تعالى النهارده نجرب فلاشة الالعاب او فلاش الذكريات من موقع اوكازيون دوت كوم. النسخه اللي انا جايبها لك النهارده في الفيديو نسخه حصريه مختلفه عن اي نسخه ثانيه موجوده في السوق. خلينا نشوف مع بعض الالعاب. عايز اقول لك ان الجهاز ده بيكون عليه حوالي 10000 او 15000 لعبه من العاب اتاري والعاب السيجا، واهم حاجه عندنا العاب البلاي ستيشن. هنا مختلف عن النسخ الموجوده في السوق لان هو في حوالي 8 صفحات من العاب البلاي ستيشن والعاب مميزه جدا. عايز اقول لك ان انت تقدر تضيف العاب او تطلب العاب معينه من العاب بلاي ستيشن 1 او العاب الاتاري من خلال موقع اوكازيون دوت كوم. كمان الموقع بيوفر لك قطع غيار في اي وقت، يعني انت هتضمن فلوسك، لان خلي بالك الجهاز ده لو السوفت وير بتاعه باظ او الدراعات باظت انت هترميه في الزباله، مش هتعرف تستخدمه مره ثانيه. فانا انصحك ان انت تشتري من مكان موثوق فيه زي موقع اوكازيون دوت كوم. تقدر تحصل على خدمه ما بعد البيع في اي وقت طول السنه، مش فتره معينه بس اهم حاجه ان انت تكون شاري الجهاز من عندهم، لان هم لو انت شاري الجهاز من اي مكان تاني ما بيقدروش يساعدوك، هم عاملين الخدمه دي بس اللي بيشتري من خلال الموقع. زي ما قلت لك الجهاز عليه العاب كتير قوي من العاب البلاي ستيشن والعاب الاتاري. عايز اقول لك في العاب حلوه جدا، في العاب كوره كتير، وكمان لعبه مميزه قوي زي لعبه جاتا 2، في لعبه درايفر 2، بيبسي مان، حاجات كتير قوي موجوده على الجهاز. الفيديو هياخد وقت طويل قوي لو جبنا كل الالعاب، ولكن عايزك تعرفوا ان الجهاز مليان بالعاب كتير قوي من العاب البلاي ستيشن والعاب البي اس بي والعاب الاتاري. لعبة يابانية هي الأيقونة بتاعت بلاي ستيشن 1، من الألعاب المميزة جدا وليها ذكريات معانا كلنا. بتبسط جدا لما بلاقيها على الجهاز ده بالذات، لأن في أجهزة كتير في السوق ما فيهاش لعبة يابانية للأسف، ولا لعبة بيبسي مان ولا ألعاب كراش، ولكن الجهاز هنا فيه لعبة يابانية. والأهم سرعة الجهاز، وإن الجهاز ما بيهنكش معايا زي ما انتم شايفين كده الفيديو على الطبيعة. جربت نسخ كتير موجوده في السوق، لقيت للاسف اللعبه دي بتبقى بطيئه بتهنج، كأن بالظبط زي زمان كده الاسطوانه بايظه نقعد نطلعها ونصلحها او نرمي الاسطوانه نجيب اسطوانه جديده. لكن هنا مش هتعرف ترمي الاسطوانه لو انت اشتريت جهاز من الموجودين في السوق. اقول لك بقى الفرق بين نسخه موقع اوكازيون واي نسخه ثانيه موجوده في السوق. اولا العاب البلاي ستيشن بيكون اكتر من 80 او 90 لعبه في حوالي 8 صفحات، وطبعا فيهم العاب مميزه زي لعبه كراش عربيات وكراش بانواعها، كمان في اكتر من كراش كمان وتيكن وكذا حاجه ثانيه، وكمان ان انت تقدر تضيف العاب زي ما انت عايز من خلال موقع اوكازيون دوت كوم. اما النسخ اللي موجوده في السوق زي ما احنا شايفين كده بيبقى حوالي 3 صفحات من العاب البلاي ستيشن. طبعا الجهاز اللي موجود في السوق بيبقى حوالي 5 او 6000 لعبه من العاب الاتاري وغيره، اما نسخه اوكازيون بيبقى حوالي 10000 لعبه او اكتر من العاب الزمن الجميل، بس احنا بنركز على العاب البلاي ستيشن. رابط الشراء سيبوا لك اسفل الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد.